ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده فيديو جديد، فيديو مختلف تماما. فيديو بصوا من احلى الفيديوهات على قلبي ومن احب الفيديوهات لقلبي. الفيديو ده يا جماعه ممكن يكون بالنسبه لكم انتوا حاجه كده بقى، يعني فيديو عادي روتين عادي، لكن بالنسبه لنا ده احلى روتين في حياتي. روتين بقى. تجهيزات كده ورجوع جوزي بالسلامة من غربته، فلازم بقى كل حاجة تكون على سنجة 10 زي ما بيقولوا. فهتشوفوا بقى معايا النهاردة تفاصيل وحاجات كتير، جبت لكم بقى كده لقطات وحاجات في السريع، لان والله بيبقى صعب عليا التصوير الفترة دي جدا. ربنا يخلي اولادكم جميعا بقى اولاد وبيبي صغير، فالتصوير بيكون صعب معايا. فهنا بوريكم بقى، شايفين دي حاجات جديدة تقريبا، جبت شوية حاجات حلوين جدا جداد هتشوفوهم معانا في الفيديو النهاردة. دي مفارش كنت جايباها للانتريه، مفارش جديدة، ومفرش كمان للترابيزة بتاعت الانتريه برضو جبتها جديد. حشت بقى كل اللي كان موجود ابقى احطه في الايام العادية، لكن بقى الفرحة برجوعه لازم تبقى كل حاجة جديد في جديد. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده، انا طبعا الستارة نزلتها وغسلتها وحشت بقى الانتريه ونضفت تحتيه وحشت السجادة بقى. وهتشوفوا معايا حاجات تاني جديدة كتير، كملوا الفيديو للاخر. هنا بوريكم مفرش الانتريه دي جبتها زي ما انتوا شايفينها كده. مفرش الانتريه دي اللي انا جبتها حلوه جدا وخامتها حلوه جدا وسعرها برضو حلو. شايفين عامله ازاي؟ حلوه جدا. هتشوفوا بقى معانا. هنا بقى انا كنست ومسحت وحطيت بقى السجاده دي فوق السجاده. بقى هنشوف المفاجاه الحلوه اللي عايزه رايكم فيها. جبت بقى حافظه تحفه تحفه، واكتبوا لي رايكم فيها في الكومنتات. واللي وصل معايا لغايه هنا في الفيديو ما تنسوش اللايك، وحطوا اللايك يا جماعه، حطوا اللايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس وضغطوا على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ قولوا له بقى رايكم في الكومنتات على اللون بتاع الحافظه وعلى الرسمه بتاعتها. دي برضو جايباها جديد، هي حطيتها فوق السجاده كده. منه حطيت السجاده عشان ما عنديش مكان الم فيه السجاد، فحطيتها عادي. ومنه حطيت فيها الحاجه الجديده، فادت منظر تحفه جدا زي ما انتم شايفين كده. وبرضو اكتبوا له رايكم في الكومنتات، ايه رايكم في حافظه السجاد دي؟ وسعرها برضو كان حاجه كده وسط، يعني كان سعرها كويس. شايفين الجمال؟ هي حلوة جدا. هنا بقى حطيت الترابيزة وحطيت المفرش ده برضو جديد. شايفين؟ بوريهولكم والمفرش جديد. يبقى هنا الأوضة دي بقى زي ما انتوا شفتوها كده، جبت مفرش للانتريه جديد، وجبت حافظة، وجبت مفرش للترابيزة. انا طبعا ما بشتريش الحاجة دي كلها مع بعضها يا جماعة، واي واحدة جوزها مغترب فعارفة الحاجات دي. احنا بقى بنبدأ نحوش من اول ما بيسافروا لحد ما بيبقوا خلاص جايين. كل مدى بنجيب حاجة، كل شهر بنجيب حاجة. من الشهرية مثلا كده بتجيب زيت فلوس او حاجة بنجيب منها، او حتى لو ما زادتش فلوس بنحاول على قد ما نقدر نجيب كل مدى كده حاجة، ونحوش حاجات جديدة عشان لما يبقى جاي نفرشها بتبقى لها بهجة وبتبقى لها فرحة والله. فهنا برضو التسريحة دي كمان انا جبت لها كده مفارش كده هادية كده وبسيطة وحاجة سيمبل يعني. في مفارش طبعا هيصة ومفارش كبيرة، بس انا حبيت ده بصراحة، وسعره كان معقول جدا. هو سعره رخيص يعني، رخيص جدا فوق ما تتخيلوا، وعجبني بصراحة. حسيته كده حاجة هادية وبسيطة، وارص بقى عليها الحاجة وكده. شايفين؟ دي كلها حاجات جديدة انا جايباها، دي حاجات لسه جديدة اول استخدامات يعني. في حاجات عندي من الاول ميك اب، وجبت شوية الحاجات دولت اللي هم حاجات كده زيادة عليهم، كونسيلر بقى ومثبت ميك اب ايلاينر، الحاجات دي كلها. هنا بقى بوريكم بقى في التنظيفات، دي كلها حاجات برضو جديدة، كله جديد في جديد النهارده يا جماعه. طبعا انا ما جايباش كل الحاجات دي مره واحده، انا مش ما جايباش كلها مره واحده طبعا. كل مدى بجيب حاجه، يعني كل شهر اجيب حاجه، كل ما يبقى ماسكه فلوس في ايدي اجيب حاجه، الكلام ده كله. وريكم بقى، وريتكم الكراتين والحاجات دي كلها، حاجات ملابس بقى وهدوم. وريكم وانا بلم يعني كده وبروق وبنضف. هنا بقى جبت طقمين الملايات دولت. ده طقم للاطفال وطقم للسرير الكبير، يعني جبت طقمين ملايات برضو هفرشهم جديد. اهم حاجه يا جماعه يعني هاتوا وجددوا. العين بتحب تشوف التجديد والتغيير، دايما بيفرق في النفسية. حتى مش تحت شرط لازم يكون جوزك بيسافر او مغترب او الكلام ده كله، لا جددي كل مدى، جددي حاجة في شقتك، جددي حاجة. والله العين بتحب، يعني بتحب تشوف الحاجة الحلوة، بيفرق جدا في النفسية، بيفرق جدا
في حياتك عامه. هنا بقى كان طلبه قبل ما يجي عايز مانجا كتير، هاتيلي مانجا هاتيلي مانجا. جبت قفص مانجا يا جماعه، جبت له قفص مانجا. هنا اهو زي ما انتم شايفين كده قفص مانجا. انا حشت فضيت اول رف في التلاجة ورصيت بقى عليه المانجا كده في اول رف بحيث تقعد، لان انا جبت شايفين قفص المانجا ده قبل هو ما يجي بكام يوم بصراحه، فانا حطيته في اول رف في التلاجة عشان يقعد. هنا بقى اليوم ده اللي هو كان خلاص يعني الليله دي هو كان صابح جاي فيها، عملت له بقى التورتيه الجامده دي زي ما انتم شايفينها. كانت فكره حلوه جدا. ده اليوم بقى اللي هو خلاص يعني كان فاضل له ساعات، ايام يعني ساعه وصلت التورتيه ديتي كان هو باقي له ساعات كده ويوصل، يعني كان فاضل ساعات على وصوله خلاص التورتيه الجامده دي. وجبت له بسبوسه، هو بيحب البسبوسه جدا، وجبت بقى موز، يعني جبت له الحاجات اللي هو بيحبها. هو عامه كان طالبها، قال لي عايز هاتيلي موز هاتيلي مانجا بسبوسه جاتوه، بس بدل الجاتوه بصراحه ما حبيتش ان انا اجيب جاتوه، عملت له فكره التورتيه الحلوه دي. وشايفين هنا بقى البسبوسه معانا، وجبت له بقى موز وباقي الحاجات بقى اي حاجه نفسه فيها نعملها بقى الاجازه بتاعتنا. فده فيديو يا جماعه، متنسوش تحطوا اللايك، حطوا اللايك يا جماعه عن الفيديو بتاع النهارده، لان معمول بكل فرحه وبكل حب. انا حبيت على قد ما اقدر جبت لكم كده مقتطفات وحاجات بسيطه جدا من يومي، ومن احلى يوم بيعدي على اي زوجة مغترب اللي بيكون جوزها مغترب، ده بيكون احلى يوم عندها في حياتها هي واولادها، اللي هو اليوم رجوع جوزها لها بالسلامه. وربنا يا رب يرجع كل مغترب بالسلامه ويحافظ عليهم جميعا. وما تنسوش يا جماعه الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وتضغطوا على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. يلا بقى سلام.